تكون حشومي كتر من القياس راه شي حاجة اللي غادي تأثر على الحياة الاجتماعية ديالك، وللأسف اللي عنده هاد المشكل كيصحاب ليه بلي راه شي حاجة اللي ما يقدرش يتغلب عليها، حيت كيقنع راسو بلي راه داخلة في شخصيته والتكوين البيولوجي ديالو. وهادشي علاش كتلقى شي ناس صافي استسلموا للخجل ديالهم واعتزلوا الناس وبعدوا بزاف، وهادشي كيخلق ليهم مشاكل نفسية من بعد. وفي الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا على أسباب وأعراض ديال الخجل الاجتماعي وكيفاش ممكن تغلبوا عليه بكل سهولة. إلا جيتي تشوف راه الخجل جاي من كيفاش كنشوفو العالم، وطبعا هاد النظر ديالنا للعالم نقدروا نبدلوها غير بالتفكير المنطقي والعقلاني. ونزيد على هاد الشي اللي كيكون حشومي ما كيتصرش حدا اي واحد غريب عليه، وديما كيبقى ساكت حدا الناس اللي ما كيشبهوش ليه، سواء من ناحية العمر، المكانة الاجتماعية، الأذواق والعادات، وزيد وزيد. والخجل عادة ملي كيتلاقى بناس من بيئة أخرى كيميل باش يشوف أوجه الاختلاف بينه وبينهم، وكيقول انه ما كاينش اهتمامات مشتركه نقدروا نهضروا عليها مع هذا الشخص، حيت مثلا هو شارف وانا في عمري 20، ولا حيت هو ذكي وانا على قد الحال. وهذا الشيء علاش الخجول ماشي شخص معقد ولا مسموم ولا متكبر، هو غير كيعتبر الاختلاف بينه وبين الناس عائق وحاجز كبير ما يقدرش يتجاوزه. وديما الخجول كيكون مقتنع وواعي باللي الحضور ديالو راه كيسبب ازعاج للناس اللي معاه، وكيبقى ديما مقلق من هذه الناحيه، وبحال هكا كينغلق على راسو كيفوت عليه الفرص باش يندمج مع الناس اللي دايرين بيه. المهم راه كاين بزاف ديال الاسباب والعوامل سواء البيئيه ولا وراثيه وحتى نتيجه ديال التجارب السلبيه اللي كتخلي الواحد يكون خجول اجتماعيا. ومن الامثله على التجارب الخايبه اللي كتخلي الشخص يتفرس في الخجل الاجتماعي، كاين اللي تعرض للتنمر في صغره، وكاين اللي كبر في عائله كلها غوات ومشاكل، وكاين اللي وقع عليه التحرش الجنسي، وكاين اللي والديه كيعانيو من الرهاب الاجتماعي وكيربيه في ولادهم. من بعد ما تعرفنا على بعض الأسباب اللي كتسبب الخجل الاجتماعي، أجي نشوفو الأعراض ديالو. غادي نقسمو الأعراض على 3 باش نشرحوهم مزيان. الأعراض السلوكية: ما كيهدرش إلا كانوا الناس ما كيعرفهمش، غرباء بالنسبة ليه، وإلا حتى هدر ما كيشوفش فيك وكيبقى يشوف في أي حاجة من غير مع من كيهدر. ما كيقدرش يهدر في الاجتماعات ولا أي بلاصة فيها الناس بزاف، وديما متردد باش يدير أي مهام اجتماعية. ندوزو دابا الأعراض الجسدية: قلبو كيضرب بزاف ملي كيتعرض لأي موقف، كتضرو المعدة، يديه كيعرقو، وجهو كيحمر وكينشف ليه حلقو، كيولي قفقف بزاف. نجيو دابا للأعراض النفسية: ديما كيكون عنده الشعور بالنقص، كاع ما كيحس بالأمان، وديما كيحاول يكون بعيد على الناس. من بعد ما هضرنا على أهم الأعراض ديال الخجل الاجتماعي، أجي دابا نهضرو على العلاج. علاج الخجل الاجتماعي كيكون بالتعرف على نقاط القوة ديالك وتركز فيها وتطورها وترجع ثقتك في راسك. دير تمارين الاسترخاء والتنفس العميق باش تحيد منك التوتر والخوف، تقبل الخجل ديالك وواجهه باش تقدر تعالجه، تبدا تمارس المواقف الاجتماعية اللي كتسبب لك في الخجل باش تبدا تولف شوية بشوية. أفضل علاج ديال الخجل هو المواجهة. بزز على راسك، تعلم وخرج وتعرف على حوايج وناس جداد، نهار على نهار غادي تطلق، واهتم بزاف بلغة الجسد ديالك وطور منها. ضحك وابتسم وشوف في عين مع من كتهدر. إلا عندك الإمكانيات سافر وشوف العالم وطور من راسك فكريا ولغويا وجسديا. ونقطة مهمة باش تنجح في علاج الخوف الاجتماعي هو تنسى بلي راه شي حد حاضيك، حيدها من بالك، اهتم بالمظهر ديالك باش تزيد الثقة في راسك، وديما دافع على حقك. ما تسكتش، راه ضروري كل نهار غادي تعرض لموقف اللي خاصك تخلى على الخجل باش تواجهه. قوي من الشخصية ديالك وزيد الثقة في راسك، وواجه أي موقف كيف ما كان، ما غادي تخسر والو، بالعكس نهار على نهار غادي تولي حسن. وإلا ما نفعوش معك هاد الحلول وشفتي راسك ما قادش تحل المشكل بوحدك، فضروري خاصك العلاج النفسي وتمشي عند طبيب اللي غادي يعاونك بزاف باش تخرج راسك من هاد الحالة. وكون أكيد إلا عندك الإصرار ديال المواجهة فهذه أول خطوة ديال العلاج. خليت لكم الراحة وتسنوني في فيديو جديد.